حتة إشعار جيلك من الفيسبوك يقلب حياتك جحيم لطائف جهنم. الإشعار ده لغز اتحل بصعوبة. تتخيل إنك ممكن تكون الشخص اللي يجيلك الإشعار اللي ممكن يسبب لك في دمار حياتك. إشعار الموت. القاهرة سنة 2024 الساعة 2 الصبح، ويظهر أحمد اللي هو شاب عنده 25 سنة، وجه من مكان عمله وزي بقية البشر يهدي لنفسه ساعة يستمتع بيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وما كانش يعرف انه في الخمس ثواني اللي مسافة يفتح الابليكيشن فيسبوك ما بين قائمة الاشعارات هيجيله اللغز اللي هيسبب في دمار حياته. واحمد بيخش على فيسبوك بيلاقي نوتيفيكيشن، واحمد افتكر ان حد من صحابه نزل صورة او مثلا كان بعته البت بيحبها فقبلته، لكن احمد للاسف فضوله قتله. لما دخل احمد على النوتيفيكيشن لقى حد عامل له تاج على صورة، فبيدخل على الصورة بيلاقي صورة فرح، ما يعرفش مين العريس ولا يعرف العروسة ولا يعرف حد موجود في الصورة. حس بارتباك، مين دول ومين اللي بعت الصورة دي؟ كنش حد سرق الحساب بتاعي وليه وانا حد مهم؟ وفضل احمد يخلق لنفسه اسباب عشان يريح ضميره من الصورة دي، ولكن زي طبيعة البشر مفيش حاجة بتريح بالنا الا غبائنا. وبتعدي الساعات والدقايق لحد ما بنوصل للساعة 7 صباحا، في وقت الناس كلها ماشية ورايحة اشغالها الا احمد اللي مش قادر يستسلم لفضوله ويعرف مين صاحب الصورة يا جماعة. وفي الوقت ده احمد عينيه احمرت، عينيه بقت بتحرقه، ولان الغبي كان عامل الفيسبوك على وضع اللايت كانش عامله دارك عشان يريح عينه. اخيرا احمد لقى حل للغز، وهو خاله كان منزل الصورة دي على جروب العيلة، واللي هي العيلة بتاعت اهل مراته، ولان احمد مش على صلة وطيدة بأهل مرات خاله، ولان كده كانش عارف مين صحاب الصورة، واتأكد بس من الادمن بتاع الجروب. وهنا احمد لقى الدم جري في عروقه، ولقى الادرينالين اختفى، ولقى الخوف مشي. ودي كانت قضيتنا اليوم، قصة اشعار فيسبوك مع شبيه سامح سنة.